السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد. النهاردة عملت كيكة الشوكولاتة يا جماعة بطريقة عبقرية فعلا، ما شاء الله. كيكة حلوة جدا هتعجبك. شايفين الكيكة هشة ازاي؟ هشة ومرتفعة ما شاء الله. شايفين حطيت لها النهاردة الشوكولات شيبس ده من على الوش كده. وازاي هعرفك طريقة النهاردة ان الشوكولاتة ما تقعش كده في القاع من تحت، تبقى متوزعة على الكيكة من كل الجوانب، وفي كل حتة فيها قطمة من الشوكولاتة. ما شاء الله هتعجبك جدا جدا جدا. ولو عجبتكم الوصفة النهاردة، أنا اسمي منى، دي قناتي. اشتركوا في القناة وفعلي زر جرس التنبيه عشان يوصل لكم إشعار بكل وصفة جديدة أنا بنزلها على القناة. شوفي كده الفيديوهات اللي على القناة، هتلاقيني عاملة وصفات اقتصادية جدا، من كيك الشوكولاتة وكيك البرتقال. كيكات كتيرة جدا جدا هتعجبك وتنور رضاكي. لو عجبك القناة اديني لايك واشتراك للقناة وتفعيل زر جرس التنبيه. يلا نشوف الوصفة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي هنا كوباية كبيرة من اللبن الحليب. الكوباية اللي هشتغل بيها هكمل بيها لآخر الوصفة. ودي من نفس الكوباية كوباية من السكر البودر، طحنتها في الخلاط بتدينا نتيجة حلوة أوي في الكيك. ودي نص كوباية من الزيت، أهم حاجة الزيت يبقى طعمه حلو كده ونضيف ونوع كويس. ودول 4 كوبايات من الكاكاو، ممكن كاكاو محلى وممكن كاكاو سادة عادي. تمام. ودي ذرة من الملح. وكان عندي كيسين من الكاكاو بالبندق، حطيتهم يا جماعة، كان خلى الكيك طعمها جميل جدا زي كيك الفادج بالظبط. هضربهم كويس جدا كده في الخلاط مع بعض لحد ما المكونات كلها تمتزج مع بعضها. تمام كده. هجيب البولة بتاعتي بقى وافضي فيها كل الخليط ده، بس هفضيه كويس جدا. ودول بيضتين كده بدرجة حرارة المطبخ. اهم حاجة بس البيض ما يكونش طالع من التلاجة. تمام. هضربهم كويس جدا في المضرب كده مع بعض. حطيت بيض، هحط على طول الفانيليا، نقطتين كده من الفانيليا او كيسين من الفانيليا او كيس عادي مفيش مشكلة. هضربهم كويس جدا كده بالمضرب لحد ما البيضتين يختفوا خالص. تابعوا الوصفة كده لحد الاخر، هتطلع معاكي النتيجة كويسة جدا جدا جدا. الكيكة بتاعت النهاردة كانت كأنها نايت يا جماعة، كانت كأنها حاجة جاهزة كده زي الكيك الجاهز بالظبط اللي بنشتريه جاهز الولاد. وهنا هضيف الدقيق بالتدريج كده. هحط كوباية الأول وهضربها كده بالمضرب لحد ما يختفي الدقيق تماما. تمام زي ما انتوا شايفين كده. أهم حاجة في الكيك يا جماعة منساش ذرة الملح. تمام. ولو عندك معلقة من الخل، بس أنا ما كانش عندي، بيديها ثبات للون الشوكولاتة كده، بيديها طعم حلو قوي ويخلي طعمها جميل جدا ما بيبانش خالص في الوصفة. دي كوباية الدقيق التانية هنزل بيها بالتدريج زي ما انتوا شايفين كده، وافضل اقلب كده واجيب اهم حاجة بس الجوانب. اهم حاجه بس الجوانب يا جماعه منساهاش عشان ما يبقاش فيها دقيق ويديها طعم مش حلو كده في الوصفه. هقلب كده بقيه الكوبايه بتاعت الدقيق، دي كوبايه تانية، وهقلبها كده لحد ما تختفي خالص. شايفين بقى القوام بتاعها كده، ولا هو تقيل ولا هو خفيف. بصوا، كل ما تكتري دقيق في الكيكه تطلع الكيكه مكتومه وتقيله. لكن الكيكه بتاعت النهارده كانت خفيفه جدا زي الريشه وهشه، وكان طعمها حلو جدا. شايفين بقى السمك ده؟ هو ده السمك المطلوب. هنا كنت نسيت بس البيكنج باودر، فتحت الكيس كده الحمد لله انا افتكرته في الاخر خالص، مفيش اي مشكله. ضفته كده كل الكيس كامل. تمام. عشان الكوبايه اللي انا شغاله بيها دي يا جماعه كوبايه كبيره. تمام، مش المج العادي ال 200 مللي، الكوبايه دي حوالي 250 مللي. بقلب كده البيكنج باودر مع بعضه. تمام لحد ما يختفي تماما. خلاص كده هشيل المضرب بقى. وعندي صينيه مقاس 26، المقاس اللي هو الوسط بتاع الطقم المربع زي ما انتوا شايفين كده. بطنتها بالدقيق والزيت. تمام. اهم حاجه بس انفض منها الدقيق كويس جدا، واخبط عليها كده لحد ما الدقيق ما يبقاش متكتل كده في الصينيه من تحت. هفضيها كده كويس جدا بالبسباتيولا كده بتاعتي لحد ما احط الخليط كله كده. تمام. هدي الكيكه كده خبطتين على الرخامه قبل لما احط الشوكليت شيبس كده. انا جايبه شوكولاته اللي هي الشيبس دي الصغيره، هتشتريها من اي مكان جنبك، من عند اي عطار او اي بقال. تحفة جدا جدا جدا. بصوا بقى الوصفة بتاعت النهاردة دي، هي دي اللي خلت وصفتي النهاردة كيكة ملوكي كده. هتعجبك جدا جدا جدا. يعني الكيكة دي النهاردة زي الكيك السوبرين بالظبط. انتوا عارفين ان الكيك السوبرين بتبقى فيها قطع شوكولاتة كده،
بتديها طعم حلو قوي، وبتبقى عارفين غاليه قد ايه. خلاص ضفت هنا الستريبس كده على الوش، الشوكولاته القطع دي. تمام زي ما انتوا شايفين كده. وهدخلها الفرن بقى على درجه حراره 180 في الرف الوسط، في الرف الوسطاني كده في الفرن. تمام. ده شكلها كده بعد ما طلعت من الفرن. شايفين بقى الجمال والحلاوه ما شاء الله. شايفين قد ايه عاليه كده. بصوا بقى التسويه بتاعتها ما تخافيش منها خالص. انا حطيت فيها السكينه اول مره طلعت فيها الشوكولاته بحسبها مش مستويه، بس لا خلاص هي طالما عليت كده. شايفين والشوكولاته غرزت فيها كده. اغرزي السكينه كده في حته تكون انتي عارفه ان هي ما فيهاش شوكولاته. تمام. غرزت السكينه كده من على الجنب، من على الجنب من على الحروف كده، لقيتها خلاص استوت. بصوا اللي طالع في السكينه ده مش كيكه يا جماعه، دي الشوكولاته، حبيبات الشوكولاته، لان انا كنت حاطه فيها كميه كبيره من الشوكولاته. تمام. بصوا بقى الجمال والحلاوه ما شاء الله. هوريكم دلوقتي ان الكيكه بتاعتي مستويه، وان اللي طالع في الصينيه في السكينه ده مش كيك خالص. شايفين انا قطعتها بس سخنه، المفروض تسيبيها لما تبرد خالص لو لما تقطعيها. بصوا قطع الشوكولاته كده نازله فيها من تحت ومن فوق زي الكيك السوبريم بالظبط. شايفين الكيكه عاليه ازاي. بصوا بقى الكيكه بتاعتي هشه ازاي، زي الاسفنجه بالظبط. كل ده المعلومات دي شفتها في الفيديو. لو وصلتوا لحد هنا بالفيديو، انا اسمي منى ودي قناتي. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر جرس التنبيه عشان يوصل لكم اشعار بكل وصفه جديده انا بنزلها على القناه. شايفين بقى الجمال والحلاوه ما شاء الله. بصوا، بصوا قطع الكيكه دي يعني، بصوا يعني تحفه تحفه تحفه. هتعجبك جدا جدا جدا، مش مكلفه خالص. بصوا قطعه الكيكه عامله ازاي، بصوا مستويه من جوه ازاي، وقطع الشوكولاته نازله فيها من فوق كده ومن تحت. بصوا حتى القطعه اللي في النص حاجه كده كانت تحفه من الجمال. اتمنى تجربوها وتنول اعجابكم وتنول رضاكم. اعملي كل حاجه في البيت وما تشتريهاش، حاجه بجد تشرف. وفي جو الشتا ده بقى عايزه الحاجات الدافيه دي اللي بتدفي، الحاجات اللي فيها شوكولاته دي الولاد كلها بيحبوها. تحفه تحفه تحفه. جربوها يا جماعه. كل حاجه موجوده معانا بامكانياتنا، بامكانك تعملي اي حاجه انت عايزاها. شايفين، بصوا بصوا الجمال. والسلام عليكم بفيديو جديد.